لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نجم جميل كلنا بنحبه، النجم الكوميدي أحمد حلمي. ايوه انا مش من شرم. انت ايه ما بتفهمش الانجليزي؟ انا مش من شرم. مجازين طفل شلاب. يا سيدي انا مش من شرم، انا مش من شرم. لا فاني بايش طفل شلاب توفلي. مجازين بقول لك ايه بقى، مجازين امك ما تجننيش. نبذة سريعة مختصرة وأجمل وأروع أعماله الكوميدية الجميلة. أوي من العيال دي كلها وهتعالي على البوكس. انا هعرفك في ايه دلوقتي. هات لي علبة السجاير من الدبابة بتاعتك، قول المدفعية تمشي، دي عيال تافهة وهنلمها دلوقتي كلها، ها؟ وقول للقناصة مفيش حد يضرب. عرفت فيها يا راجل. الاسم الحقيقي أحمد محمد حلمي عواد. تاريخ الميلاد ولد يوم 18/11 عام 1969، وهو من مواليد مدينة بنها محافظة القليوبية، وهو معروف بخفة دمه، وفيه ناس بتعتبره من أجمل الممثلين الكوميديين في هذه الفترة. ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ سيبك منه يا بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. تزوج الفنان أحمد حلمي من النجمة الجميلة منى زكي عام 2002، وعندهم 3 من الأبناء، ليلي وسليم ويونس أحمد حلمي. صباح الخير. شاي؟ بتزعيني وانا نايم؟ انت لسه شفت حاجة؟ اوعى امشي. لا مش ماشي. مش مرجلة. حاصل على المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور، وكان أول بدايته الفنية في فيلم عبود على الحدود مع علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز. انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل. وكان أول حياته في التلفزيون في برنامج لعب عيال على الفضائية المصرية، وحقق نجاح كبير لحظة لخفة دمه. وبعدين اكتشفوا المخرج شريف عرفة وأسند له دور في السينما في فيلم عبود على الحدود، وبعدين شارك في أعمال فنية كثيرة. حقك برضه، مبروك عليك. مع السلامة يا حسين. لا يا عم حسين مين؟ وفي حد هنا اسمه حسين؟ اتفضلي خليك منه. اتخانق كان حلمي بيموتني. كانت أول بطولة له في فيلم ميدو مشاكل عام 2003، وبعدها تألق في جميع أعماله السينمائية. من أشهر أعماله فيلم مطب صناعي عام 2007، وفيلم زكي شان عام 2005، وفيلم إكس لارج عام 2011، وفيلم عسل اسود عام 2010، وفيلم جعلتني مجرما عام 2006، وفيلم ألف مبروك عام 2009، وفيلم خيال مآتة عام 2019 في جميع أعماله الفنية. واشتهر بأدوار الكوميديا التي كلنا رأيناها وتمتعنا واستمتعنا بها. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجم الجميل أحمد حلمي.